اهلا بكم حبايب قلبي. اغلى اخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا. الحلو لازم يتعمل له الحلو كله، وانتوا اغلى اخوات في الدنيا. كل حاجه اعملها الخاطر عيونكم. طبعا مش هتصدقوني، قلت لكم اول مره ان انا اعمل التورته، معلش ممكن تكون شكلها مش قد كده، بس ان شاء الله باذن الله بيكم هتقدم وهبقى احسن من كده كتير كتير. عملت قبل كده معاكم تورته الشوكولاته زي ما انتم شايفين، صورها معاكم اهوت. وكنا عاملينها في عيد الميلاد، وعملنا برضو في يومها برضو التورته بالفاكهه، وقلت اما اقسم لكم الفيديو بتاع التورته على اتنين كده علشان اشرح لكم كل حاجه بسهوله ان شاء الله. واقول لكم ان ما فيش حاجه ان شاء الله صعبه لنا حبايب قلبي. معانا هنا نص كيلو دي اسبونج، بياخد 6 بيضات، رشه فانيليا، نص كوبايه من السكر. وكنت بقول لكم ان انا ضربته على مرتين عشان يطلع معايا المقدار عالي وحلو قوي. معانا هنا صينيه غلفتها كده بورق الزبده، واحط فيها الاسبونج بتاع، اهم حاجه الاسبونج بتاعنا يبقى قوامه زي قوام الكريم شانتيه كده عشان يطلع معانا مظبوط وزي الفل. حطيته في الصينيه بتاعتي يا حبايب قلبي، وبعد كده حطيته في النار على درجه حراره 180 الرف الاوسط. خد معايا ساعه الا ربع، طلعته وغطيته بفوطه وبيته لتاني يوم. اهم حاجه يبات معانا لتاني يوم دي الاسبونج بتاعنا عشان خاطر يظبط معانا ويبقى زي الفل. قشرنا بقى الكيكه بتاعتنا كده من الورق الزبده حبايب قلبي، ولو فيها اي لسعه في الجناب معاكي كده زي ما انت شايفه، يعني الكيكه دي اتلسعت معايا عشان عند ارضيه الفرن بتاعتي فيها نار كده حته عاليه، فلسعت معايا الكيكه بتاعتي. ما فيش اي مشكله، هنقشرها وهتبقى معانا زي الفل وزي العسل. وما فيش اي مشكله. الوش بتاعنا شلناه وما بنستخدموش خالص عشان خاطر بيبقى ملدن معانا كده، وما بيظبطش حتى لو عملنا بيه اي حاجه تانية، كباط اي حاجه ما بينفعش فيها خالص. فنشيل الوش بتاعنا ونرميه. ما نستخدموش لانه ما بظبطش معانا خالص. هنا بقى بالمنشار بتاع قسمت التورته على اتنين عشان هي ما كانتش عاليه، انا كنت حاطاها في صينيه 28، فما كانتش عاليه قوي، فانا كنت حباها تبقى طبقتين اتنين عشان اظبطها وتبقى زي الفل. هنا معانا بقى الكريم شانتيه، اللي كل كوبايه كريم شانتيه كوبايه كوبايتين وربع من الميه. ولو مش محلى معانا يبقى نص كوبايه سكر. بضرب الكريم شانتيه زي ما قلت لكم قبل كده، بحط الميه تكون متلجه او اللبن، وبحط السكر وبضربه الاول يا حبايب قلبي يجي 10 دقايق كده عشان يطلع معايا القوام بتاع الكريم شانتيه عالي جدا جدا جدا، وبيبقى زي العسل. وبيملى معايا حله قد كده، يعني ممكن يعني تملى الحله تتملى وتعملي التورته ويفيض منها كمان. يعني اضربي التركايه دي حلوه قوي، اضربي السكر والميه الاول او اللبن لوحده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، كان ملى معايا الحله وكان زي الفل. هنا بقى جهزت كل حاجتي. جبت القعده بتاعتي، القعده دي كانت 30، بتبقى اكبر من التورته شويه عشان تظبط معانا. اكبر من حجم الكيك، معلش اكبر من حجم الكيك شويه. هنا بقى جبت اول طبقه معانا هي يا حبايب قلبي، وكنت رشيتها بالسرب الخفيف كده، بس للاسف ما كانتش الحته دي جت، مش عارفه بقى ما اتصورتش ولا ايه. بنعمل معانا شربات خفيف لكل كوبايه سكر من الشربات اللي بنعمله للتورته. كوبايتين من الميه وعصرة ليمونه يغلي معانا غلو يا دوبك، بس السكر يدوب، بعد كده نطفي عليه ونبرده ويخليه عندنا. نسقي التورته بتاعتنا كده عشان تبقى زي الجاهزه بالظبط. هنا هو جه معانا هنا بقى حطيت طبقه من الكريمه، طبقه محترمه. وهنا بقى كنت هزين من فوق بالفاكهه، بالموز وبالفراوله وبالكيوي. حشيتها من جوه موز وفراوله. لو انت مش حابه تحشيها مفيش مشكله، هو بصراحه التزيين والحشو بيبقى حسب الذوق وحسب اللي بيحب، بس احنا عندنا بيحبوا الفاكهه قوي. فانا قلت ايه اظبط لهم كده الدنيا واحشيها بنسبه ان انا اول مره كنت اعملها يعني، فيعني عايزه ايه اعمل احسن حاجه عندي. هنا بقى حطيت الطبقه التانية وحطيت عليها الستيرب وحطيت عليها الكريمه بتاعتنا، وهسوي بقى الاطراف معاكم اهيت. وزي ما قلت لكم الحته اللي كانت اتلسعت مني ديت ما فيش فيها اي مشكله، هنقشرها وهتبقى زي الفل معانا، ولا هتبان ولا هيبقى في اي حاجه. بس نظبط نارنا على قد ما نقدر يعني بتاع الفرن. ولو في حته زي كده ممكن نحط صينيه فيها شويه ميه عشان توزعنا الحراره كويس قوي، ما تتلسعش معانا ايه الكيك. وان شاء الله باذن الله هنعمل معاكم ال الاسبونج بالدقيق البيتي او بالدقيق العادي. الاسبونج البيتي بالميه المتلجه ان شاء الله هعمله معاكم برضو، مش لازم أن يكون في دي اسبونج عشان نعمل. وهنا بقى كنت بجلس التورته معاكم. بصوا بصراحه ان انت تجلسيها او ان انت تغلفيها كده من فوق بالكريمه دي فن، بالامانه فن. ربنا يا رب يبارك كده لكل واحده بتشتغل في موضوع التورت ده، ويحسن ما بين ايديها. بصراحه تسلم ايديكم، بتطلعوا الحاجه على مستوى. وانا قلت لكم والله كنت اول مره اعملها، وعلى قد ما اقدر كده ايه عملتها. هنا بقى ما كانش معايا السكرابر اللي هو المشنشر، فعملتها بالشوكه. هي اي نعم مش متغلفه قوي بس مش مشكله. وهنا ده كان صوص الفراوله، ومش عارفه عشان احنا كنا في الساقع حبايب قلبي كان جامد معايا ولا ايه، المفروض انا كنت فكيته،
المفروض كنت فكيته او دفيته كده في شويه ميه الاول، بس بصراحه ايه ما خدتش بالي الا بعد ما حطيته ان هو ما نزلش معايا. كنت حاسه ان كانت الدنيا هتتبهدل معايا ومشيتها يعني على هو الشكل ما كانش قد كده. بس يلا معلش، انا عذرة عشان اول مره. حزمت التورته بتاعتي من تحت كده بالروزتات، وده كانت روزتات على شكل ورده. وهنا بقى كانت حطيت في الكيس الحلواني بتاعي بقى شويه كريم عشان كده اعمل اطار داير ما يدور، عشان اعرف الفاكهه اوقفها كويس وتبقى ايه شكلها حلو معايا. عملت 3 وردات كده على الجنب ولفتها بقى بروزتات عاديه كده كلها. يعني هنزل مع بعض تزيين بسيط يا رب يعجبكم. قلت بقى ايه يعني هو اذواق، يعني هو اذواق، يعني كل واحد يعمل الحاجه اللي هو حاببها. فانا كنت عشان اول مره فبصراحه كنت هايبه الموضوع، او كنت حاسه ان انا شفته اللي في امتحان وفي اختبار ورايح وملقلق ومش حافظ او مش فاهم اهو، انا بقى كنت بعملها كده بالظبط. بس الحمد لله طلعت الشكل حلو. بس هي بص العيب الوحيد اللي كان فيها بصراحه عشان اعترف بيه، النزلات اللي كنت عاملاها او الشلال اللي كنت عاملاه دي كنت عاملاه بصوص الفراوله، وكان الصوص كان جامد، ممكن عشان كان في التلاجة. كنت المفروض ايه دفته في شويه ميه الاول عشان يبقى سايب معايا وحلو. هنا بقى كان عندي مانجا في الفريزر قطعتها شرايح كده زي ما انتوا شايفين، وكنت جايبه فراوله قطعتها برضو شرايح. الفراوله متوفره اليومين دول، انما المانجا كانت في الفريزر عندي. وكان في كيوي في السوق برضو جبت وعملت هو. كنت جايبه ال3 وحدات ب10 جنيه. وبصراحة كنت جايبة برضو ب10 جنيه فراولة، فاض منها كتير بجد، ما خدتش يمكن نصها. وما شاء الله كنت حشاها من جوه موز وفراولة، وكنت حاطة على الوش اهوت مانجا وفراولة وكيوي. وحطيت طبقة كريمة محترمة يعني اللي هي الوردات او الروزيتات اللي انا عاملاها ديت، وكانت طلعت ما شاء الله اللهم بارك، شكروا فيها جامد جامد وكانت حلوة. مهما كان احنا كل حاجة بنعملها في البيت بتبقى زي الفل وزي العسل، وبنبقى ضامنين جودتها ونظافتها. فما نكسلش بقى يا حبايب قلبي، ونعمل لاولادنا احسن حاجة. ربنا يا رب يجعل كده دايما بيوتكم مليانة بالخير والعمار، اللهم امين. واحسن ما بين ايديكي. مفيش حاجة اسمها صعبة، انت ان شاء الله تقدري تعملي كل حاجة. هنا بقى كنت قطعت 2 كويتين عملتهم شرايح، وواحدة كنت عملتها على شكل وردة كده. يا رب الشكل يعجبكم. كان عندي هنا بقى شويه كده من الكريسبي لان كنت عامله تورته الشوكولاته في نفس اليوم برضو، وحطيتهم كده على الجناب. كنت المفترض اكسر اللون الابيض اللي هو بتاع الكريمه ده بلون تاني، ولا كان الابيض حلو برضو فيه؟ قولوا لي ايه رايكم، مستنيه رايكم برضو ان شاء الله. وناويه باذن الله اعمل بطولات معاكم كتير الفتره الجايه بالدقيق بقى العادل او الاسبونش البيتي. وهعمل معاكم صوص رول، وهعمل معاكم جدو، وهعمل معاكم كل حاجه عشان اي مناسبه عندكم ان شاء الله تعملوا كل حاجه بايديكم، وتوفروا وتدبروا على قد ما تقدروا ان شاء الله. ايه رايكم فيها؟ مستنيه رايكم. واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير. هنا بقى كنت بعمل قلقيه، يعني كنت عملت الفراوله وسبت الكيو والمانج. يلا مش مشكله، انا عملتها على طول وقدمتها على طول يعني على طول. قولوا لي بقى رايكم، يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. واستنوني بقى زي ما قلت لكم في فيديوهات جايه كتير. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وما اقول لكم في رعايه الله وامنه، ومع السلامه يا حبايب قلبي.